مع حلول فصل الشتاء في كل عام، يصبح الحديث عن الإنفلونزا الموسمية وتطعيماتها موضوعا بارزا بين الأشخاص الذين يهتمون بصحتهم وصحة أحبائهم. يتساءل الكثيرون: هل يجب علينا حقا الحصول على هذا التطعيم، خاصة مع وفرة اللقاحات الأخرى وارتفاع الوعي الصحي العام؟ التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية يعتبر من الطرق الفعالة والمهمة للحد من انتشار المرض وتقليص مضاعفاته الخطيرة، خاصة لدى الفئات الضعيفة مثل الأطفال وكبار السن والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة. لقاح الإنفلونزا يساعد جهاز المناعة في التعرف السريع على الفيروسات الموسمية المختلفة التي تتغير من عام لآخر، مما يمكنه من محاربتها بشكل أفضل وأكثر فاعلية. من الناحية الاجتماعية، يقلل التطعيم من غياب الموظفين والطلاب عن عملهم ودراستهم بسبب المرض، الأمر الذي يؤثر على الإنتاجية العامة. بالإضافة إلى ذلك، لقاح الإنفلونزا يعتبر وسيلة آمنة ومتوفرة بسهولة لدى معظم المراكز الصحية والصيدليات، مما يجعل عملية الحصول عليه سهلة وميسرة. إذا كنا نتحدث عن التأثير الوقائي، فيجب أن نذكر أن التطعيم السنوي يحمي من المضاعفات الخطيرة التي قد تصاحب الإنفلونزا مثل التهاب الرئتين أو تفاقم الأمراض المزمنة. ومن الجدير بالذكر أن الوقاية خير من العلاج، والتطعيم هو أحد أبرز وسائل الوقاية المتاحة. ختاماً، الاستثمار في تطعيم الإنفلونزا يمكن أن يكون قراراً صحياً سليماً لمصلحة الفرد والمجتمع على حد سواء. بإجراء بسيط كالتطعيم، يمكننا الوقاية من موسم شتاء مليء بالمشاكل الصحية والاستقبال بدلاً منه موسماً مليئاً بالطاقة والصحة.